سنة 1958 البشرية كانت فاكرة إنها كده خلاص سيطرت على الأرض، وبدأنا نبص في السماء. وكالة ناسا اتأسست، بس في سر مخبيينه في أرشيفاتهم القديمة. عايز أقول لكم إن ناسا ما بدأتش رحلتها وهي بتبص للنجوم فوق، دي بدأت رحلتها وهي بتبص تحت في أعماق المحيط. وقتها المهمة كانت واضحة وصريحة جدا: استكشاف 70% المجهولين من كوكبنا، ورسم خرائط للقاع بتاع المحيط واكتشاف أسراره. ولكن فجأة وبدون أي تفسير منطقي في أوائل الستينات صدرت أوامر عليا بتقفيل كل الملفات دي، وسحبوا الغواصات وشمعوا المعامل ووجهوا كل المليارات والأبحاث للفضاء والمريخ. وهنا يجي السؤال الصح اللي محتاجنا نفكر فيه شوية: إيه اللي ممكن يرعب أقوى وكالة علمية في العالم لدرجة إنها تقرر تهرب من الكوكب كله وتدور على حياة في الفراغ؟ هل اكتشفوا إننا مش أصحاب الأرض، ولا اكتشفوا إن في حاجة صاحية تحت وما بتحبش حد يزعجها؟ النهاردة احنا نازلين لأعمق نقطة عشان نعرف ليه ناسا خافت، وإيه اللي مخبياه المية عن البشرية كلها. وعشان تستوعب الرعب اللي شافوه لازم تفهم العلم اللي وراه. المحيط ده مش مجرد مية، المحيط هو وحش بيضغط عليك من كل اتجاه، وكل ما بتنزل 10 متر الضغط بيزيد بمعدل 1 ضغط جوي. تخيل انك عايش دلوقتي تحت وزن عمود هوا طوله 100 كيلو متر. المحيط بيضاعف الرقم ده أضعاف وأضعاف، ولما توصل لعمق خندق ماريانا انت بتتكلم عن 11 كيلو متر تحت سطح المية. والعلم بيقول إن الضغط هناك بيوصل ل1100 ضعف الضغط اللي انت حاسس بيه دلوقتي، وده ضغط كفيل يخلي جزيئات المية نفسها تنضغط. عايز أقولك لو الغواصة بتاعتك من التيتانيوم القوي جدا وحصل فيها خرم إبرة، وقتها المية مش هتدخل واحدة واحدة، المية هتندفع بقوة ليزر يقطع الحديد ويقطعك انت شخصيا نصين في جزء من الثانية قبل حتى ما تحس بأي ألم. وعشان تفهم حجم الضغط والقوة بتاعته تخيل إن في فيل كامل واقف على صبع رجلك الصغير. الضوء بيموت تماما عند عمق 1000 متر، تدخل منطقة حيث الظلام الأبدي والحرارة بتقرب من التجمد، وفجأة تلاقي فوهات بركانية بتطلع حرارة توصل ل 400 درجة مئوية. عايز أقول لكم إن المكان ده علميا وبيولوجيا مستحيل للحياة نهائي. والعجيب في الموضوع إن في كائنات عايشة هناك، والكائنات دي ملامحها بتقول إنها مش من العالم بتاعنا، وكأنها نزلت من مركبة فضائية واتأقلمت مع الجحيم ده. وفي صمت الأعماق ده حصلت حاجة سنة 1997 خلت علماء المحيطات يتجمدوا مكانهم. ميكروفونات الجيش الأمريكي السرية اللي كانت مزروعة في قاع المحيط واللي كانت مهمتها التجسس على الغواصات السوفيتية سجلت صوت سموه زبلوب، وهخليكم تسمعوه دلوقتي. الصوت ده كان تردده واطي جدا بس طاقته جبارة لدرجة إن أجهزة الاستشعار لقطته من مسافة 5000 كيلو متر. تخيل قوة الصوت اللي يسافر المسافة دي كلها تحت المية. العلم في الأول حاول إن هو يطمنا وقالوا إن ده تكسير في جبال الجليد، لكن عايزكم تتخيلوا كده إن الحقيقة والتحليل العلمي الدقيق جدا أثبت إن الصوت له بصمة حيوية، يعني طالع من حنجرة كائن حي. الحسابات الرياضية اللي عملها علماء الإدارة الوطنية للمحيطات كانت صدمة. عشان كائن حي يعمل صوت بالقوة دي لازم يكون طوله يعدي 300 متر. انت مستوعب الرقم؟ يعني قد أكبر حوت أزرق اللي طوله 30 متر أكتر منه ب10 مرات، أو بمعنى أدق خليني أبسطها لك قد برج خليفة 3 مرات. وده مش مجرد حوت أو مبنى، ده كيان عملاق. وهنا بيظهر قدامنا سؤال حلو: هل ده الوحش اللي ناسا شافته في الستينات وقررت تمسح ملفات المحيط وتهرب؟ هل في كائن بحجم مدينة بيتحرك تحتنا وإحنا عايشين على السطح كأننا لوحدنا؟ وليه كل محاولاتنا لتتبع مصدر الصوت ده فشلت؟ وكأن الكيان ده مش عايز أي حد يقرب منه. طبعا احنا عارفين اليو اف اوز ودول الكائنات الفضائية والأطباق الطايرة، بس عمركم سمعتوا عن اليو اس اوز؟ منطقة زبلوب مش هي اللغز الوحيد. من الخمسينات الطيارين والبحارة كانوا بيسجلوا ظاهرة مرعبة اسمها اليو اس اوز، ودي بقى أجسام مش معروفة تحت المية. ودي مش أطباق طايرة في السماء، دي سفن بتتحرك تحت المية. وفي سنة 1970 غواصة سوفيتية رصدت 6 أجسام اسطوانية بتتحرك وراها بسرعة 400 كيلومتر في الساعة. وعلميا مفيش أي غواصة بشرية تقدر تمشي بالسرعة دي تحت المية بسبب مقاومة المواقع الكبيرة. المية الكثافة بتاعتها
سرعتها أكبر من الهواء ب 800 مرة. عشان تمشي بالسرعة دي لازم تكون الغواصة دي محاطة بفقاعة غازية تخليها تمشي كأنها في الهواء. والسؤال هنا بقى، مين اللي كان عنده التكنولوجيا دي من الخمسينات؟ هل مثلا ناسا شافت القواعد دي؟ وهل اكتشفوا إن قاع المحيط مش رمل وصخور لكنه مدن وقواعد لحضارة متطورة أقدم مننا بآلاف السنين؟ الحضارة دي استغلت الضغط الجبار ده كمصدر طاقة ليها؟ وهل إحنا اللي محبوسين على اليابسة وهم ملوك الكوكب الحقيقيين؟ النظرية دي بتدعمها حوادث اختفاء غريبة جدا في مناطق زي مثلا مثلث التنين في المحيط الهادي اللي هو نسخة برمودا بس أقوى وأعنف. هل دي بوابات حماية لقواعدهم؟ طيب انتوا عارفين ان مخرج فيلم تايتانيك جيمس كاميرون هو واحد من البشر القليلين اللي قدروا ينزلوا لوحدهم لأعمق نقطة في العالم سنة 2012؟ نزل في كبسولة تيتانيوم ضيقة جدا. كاميرون ما كانش رايح يدور على كنز، هو كان رايح عشان يدور على حقيقة صوت تكتكة معدن ضعيف. وقتها وصف المكان بانه يخنق جدا، مكان موحش لدرجة تزهق البني آدم. حكى انه سمع أصوات خبط وتزييق مرعبة في جسم الغواصة التيتانيوم، وكأن في ايد بتحاول تطبقها من بره. الضغط كان كفيل يخلي اي حاجة تتحول لبودرة. شاف وقتها كائنات شبه الجيلي كده ملهاش ملامح كأنها اشباح، بس الاغرب انه شاف اثار في الرمل للخطوات كائن عملاق مشيت من هنا وكمان مسحت اثارها. والاثار دي مش بتاعت سمك مثلا او حوت، لا دي اثار لحاجة اضخم. كاميرون رجع وهو بيقول احنا ما نعرفش حاجة عن كوكبنا، وكأنه بيقول لنا بلاش تنزلوا هناك تاني. ولأن المحيط بيعرف يلعبها على الأعصاب لازم نحكي عن سفينة أورنج ميدان. ودي كانت سفينة هولندية سنة 1947 بعتت رسالة استغاثة مرعبة: كل الطاقم اللي معايا مات وأنا كمان بموت. ولما فريق الإنقاذ وصل كانت الكارثة الكبيرة، لقوا جثث الطاقم كلها متجمدة وعيونهم مبرقة للسما وملامحهم متثبتة على صرخة مرعبة رهيبة، وإيديهم ممدودة كأنهم بيبعدوا حاجة عنهم مش شايفينها. والغريب في الموضوع إن مفيش ولا جرح واحد في جسمهم. والأنيل من كده إن السفينة كانت ساقعة جدا رغم إن الجو كان حر. العلماء وقتها قالوا دي غازات سامة طلعت من الأرض، بس البحارة اللي كانوا في فرق الإنقاذ قالوا إنهم شموا ريحة كبريت قوية جدا كأن الجحيم فتح بابه تحت السفينة دي. وقبل ما حد يفحصها السفينة ولعت لوحدها وغرقت وخدت السر معاها للقاع. طب تيجوا نشوف حكاية تانية. العلم بيقول إن الميجالدون، وده القرش المرعب اللي طوله حوالي 18 متر، انقرض من ملايين السنين، بس كل فترة بيطلع بحارة وصيادين يحلفوا إنهم شافوا زعانف بطول مركب كامل. المحيط عميق جدا لدرجة إن الميجالدون ممكن يكون استخبى في الخنادق اللي تحت قوي اللي بنكتشفها كل يوم. وقتها جسمه هيكون اتطور، ممكن يبقى لونه أبيض أو شفاف وحواسه أقوى عشان يقدر يصطاد في الضلمة. إحنا ما بنشوفهوش لأنه مش محتاج السطح بالنسبة له مجاعة. الأكل الحقيقي والضخامة الحقيقية موجودة في الظلام السحيق تحت خالص. وغير الميجالدون في كائنات تانية لو شفتها هتقول إنها مش من الأرض، زي سمكة الصياد مثلا اللي بتستخدم صنارة ضوئية تطلع من دماغها عشان تغوي فريستها للموت. أو مثلا الحبار العملاق اللي عينه في حجم طبق الأكل وقادر إن هو يسارع حيتان ضخمة. ودي مش كائنات عادية، دي وحوش اتطورت في ظروف مستحيلة، وممكن تكون هي الجيش اللي بيحمي الحضارة اللي تحت. في النهاية عايز أقول لكم إن المحيط مش مجرد مية، المحيط هو كيان عايش بيتنفس وبيخبي أسرار لو طلعت للسطح ممكن تقلب موازين العالم كله. وكالة ناسا سابت المحيط وطلعت للسما لأنها اكتشفت إننا صغيرين قوي، وإن في قوة وحضارات في الأعماق لو قررت تطلع فعلا للسطح حضارتنا دي كلها هتكون مجرد ذكرى. المرة الجاية وانت واقف قدام البحر وبتبص للمية وهي هادية وصافية، افتكر ان تحتك بآلاف الأمتار في عالم تاني ما بيعترفش بقوانيننا ولا أخلاقنا، عالم بيعتبرك انت الكائن الفضائي الغريب عنه واللي بيراقبك فعلا من بعيد. وسؤالي الأخير ليك يا صديقي، لو عرضوا عليك فرصة تنزل تشوف كل الأسرار دي بنفسك بس من غير ما ترجع للسطح تاني، هتقبل؟ أنا محمد ومستني أشوف خيالكم في الكومنتات، بس خلوا بالكم المية بتسمع والضلمة ما بتنساش.